أود أن أوجه لكم الدعوة السيدات والسادة الوزراء لحتى مختلف المصالح التابعة لكم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات حماية لقفة الأسرة المغربية. كيجيبوا 100 درهم ولا ما تجيبي داتا ما كاين والو ما دايرين الحمد والو 100 درهم. والمسؤول شوف هاد الدمعات هادو اللي طايحين، شوف دوز اخوانا الدميعات، تقاو الله في الدميعات اللي طايحين هاد تقاو الله في الدميعات ما دايرين احد الناس اللي لا اله الا الله محمد رسول الله. تعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوك انتهازية. وأغتنم فرصة لقائنا في اجتماع اليوم لأدعوكم للقيام بزيارة ميدانية. يا ريت يهبطوا يقربوا من المواطنين. هذا النداء. شحال هادي حنا كنناديو عليهم تنقول لهم خرجوا تواصلوا مع المواطنين، يشوفوكم في الشارع، يشوفوكم في المواقع الاجتماعيه، يشوفوكم في التلفزيونات، يشوفوكم في الاذاعات، يشوفوكم تتشرحوا، يشوفوكم كتحركوا، ماشي جالسين في المكاتب ديالكم وكديروا اجتماعات وتعطيونا ارقام اليوم لا تجدي. وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا. عطانا الى الله تصرف وبغى يرحمنا بالثلج وعطانا البرد وعطانا الشتاء، اذا ما كاينش الخضره، ما كاينش. ما يمكنش نخدموا بهذه المنطقه هذا ديال البرد، المطيشه غلات، ما يمكنش نشتغلوا هكا في القرن 21، ما يمكنش نكملوا الشغل هكا. حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة إلى ما كانت شيء من العشر أيام اللي جاية إن شاء الله، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستوياها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وفي تواجده بوفرة في الأسواق. أعطيني، ما تقوليش في غضوني أسابيع، ماشي غضوني ساعات، ماشي غضوني ايام، غضوني اسابيع. غادي يتم الرجوع الى العادي بالنسبه للاثمنه. لا في غضون اسابيع. الله، احنا مازال غنتحملوا هادشي على اسابيع؟ انا كنت انتظر يقول في غضون يومين او 3 ايام بعد تدخل الفعال للحكومه بعد القيام واخذ جميع التدابير اللازمه، منها تخفيض التصديرات، منها اعاده النظر في دفتر التحملات والاتفاقيات الدوليه اللي عندنا في هذا الوقت الراهن اللي عندنا البرد واللي عندنا قله المنتوج وعندنا المصلحه ديال المواطنين المغاربه وحمايه القدره الشرائيه ديالهم هي التزام حكومي، وهي اقوى من اي لوبي كيف ما كان النوع ديالو. السلعه رجعت كتخرج من افريقيا، يعني دخلوا صحاب الفلوس كيدخلوا دابا الفوارن كيوزوا السلعه كيهبطوا لافريقيا بالثمن، وما كاين لا حاسب لا راقب. من هذه الناحيه هذه الطماطم الان الكميات المزروعه مقارنه مع السنه الماضيه هي احسن، لكن كاينه موجه ديال البرد. دابا خرج الناطق الرسمي بالحكومه تبارك الله ما شاء الله عليه، عطانا الحلول بعد الاجتماع. قال لك سيدي السبب ديال غلاء المطيشه هو البرد. دابا حنا عطانا ربي الثلج باش الفرشه المائيه ديالنا تعمر ويكون عندنا خزان مائي لسنوات. حنا مطيشه ترجع كدير 50 درهم الا عطانا ربي الثلج، ولكن باش تقول لي مطيشه البرد هذا جواب غير شافي. يعني غادي نبقاو نعانيو من مطيشه، الغلاء ديال المطيشه. لا معنى انه في وقت معين كنا كنتفهموا سعر ديال واحد الماده مرتفع، ولكن منين تهبط هذه الماده طبيعي جدا يجب ان تنخفض ويجب ان يستهلكها المواطن بواحد السعر اللي هو معقول. ما يمكنش حنا عندنا ظروف هكا استثنائيه، ما عمرنا عرفنا هذا الغلاء،
وتمشي للحكومه بنفس الوتيره وبنفس الاشتغال. ما يمكنش تستمر الامور هكا، خص لازم يكون المناسب التناسبيه ما بين سلوك ورده فعل على الواقع باش يلمس المواطن. التدبير يكون استباقي ديال الحكومه. راه استباقي، راه الحكومه خصها تهضر على ما وراء رمضان، الحكومه خصها تهضر على الصيف، الحكومه خصها تهضر على البرد الجاي، الحكومه خصها تهضر على السنه المقبله. احنا مازال دابا رمضان مازال ما عندناش رؤيه. الا بقات الاثمنه هكا في رمضان، ايوا صافي زيد على الناس كيفاش يكونوا في رمضان نفسانيا، كيفاش يكونوا، يعني قلة الشيء تزيد على ذاك النفسي اللي كيعيشوا الانسان، تزيد عليه قلة الشيء وتزيد عليه غلة الشيء. المواطن هو هربان، والمواطن هربان مخلوع، وكيبقى فم وكيقول لك عبر لي حبه وما فهمتش. هما دابا مستغلين الكيلو جايه واش هادشي؟ اللهم الا هذا منكر. وصله وحده وصله وحده كيقول لك عبر عليا شحال تسوى؟ المواطن ما بقاش هذا السيريا اشحال عمر ليه؟ خوتنا حنا مبقيناش باغيين هاد البلاد هاد البلاد عيقات بزاف. ودابا اللي داروها تمشيو على الحبس. وبقاو نهزوا 14 من الفلاد وبقاو نكريسيو بهم. هادشي اللي كاين. الله يحسن العوان. هادشي خصو كثير بزاف. حنا الضعاف ما بقيناش نقدروا نعيشوا مع القوي. دابا انا تنبيعوا شريه في الملحه والخل وعايشه مع ولادي 4. ولادي عندي 4 الدراري عايشه معاهم. كي غديري تتبيعي الملحه والخل وتعيشي مستقره مع الدراري. الكراسي تتسالك، الموضوع تيتسالك. انا دابا مال الدار قطعوا لي الموضوع ما تنخلصوش ليهم. المعيشه صعيبه وكثيره بزاف. الا خصك غير الزيت تتبقاي تفكري فيها اش اللي كديري تشري ديك القطعه الزيت ب 480 ريال. 4 ديال الدجاج ولا 7 فرانك. بطاطا ما كناش ندخلوها للدار. مطيشه وليتي تشري حبه ب2 دراهم، تتعبري حبه تيحسبها لك ب2 دراهم. اش كديري لهاد العيشه بالوحده ما عبرنا مطيشه بالوحده ولينا نعبروها بالوحده. بطاطا هكاك، البصله هكاك، مطيشه اي حاجه مشيتي لها تلقايها غاليه. رونا درنا بالقفه تاعنا وجينا خاويين، ما كاين والو، كل شيء غالي، ما كاينش علاش تحط يدك، كل شيء غالي. ها هي من الصباح ندورو حنا خاويين، القفه عامره خاويه. من الصباح كل شيء غالي، ما كاينش علاش تحط يدك. ب 30,000 اخشي راه بزاف، اخشي راه بزاف والله العظيم، اقسم بالله لما بزاف اخايا الشاب. الله العلي العظيم الا ماشي وحدين تينعسوا بلا عشاء بلا غدا بلا فطور، اقسم بالله العلي العظيم. نوضوا شي نوضه خايبه اخويا اللي غنحبسوا فيه المارشي، غنحبسوا فيه كل شي ستاسيونات، غيتحبسوا فيه المحلات، غترون. حنا راه ساكشين ولكن واحد الوقت راه ما غنسكشوش. حنا راه واخا تشوفونا قلال ولكن حنا راه بزاف، راه واخا تندويو ولكن شي نهار غنطبقوا. راه عارفين هادشي ما غنستافدوا منه والو، عارفينه واخا نعياو ما ندويو، ولكن شي نهار غنطبقوا. راه المارشي ولا لا حل، والله كاميون دخل، غنمشيو للمحطه والله كار دخل، يلا ستاسيونات والله ستاسيون لا حل، والله هادشي شي غيولي. يلا ما غنبقاوش نتشاوروا حقات الفازه حقا كذا. دابا غيولي الطباق، اي محل حال غيسد، المارشي غيسد، كلشي غيسد، يا نتقادو يا نموشو كاملين. اللهم دمك كلشي غالي. وتعاونوا مع الشباب. البيض بندي واصل 2 دراهم ونص. اللهم هذا منكر. الغلاء الدرويش ما بقاش كيجبر. هذه الحاجه الوحيده اللي كانت رخيصه كانت الدرويش كي كالي بها ما بقاتش حتى هي غلات. كنطالبوا الحكومه والناس مسؤوله تعاون مع الدرويش وتكون مع المواطن في هذه الساعات. حتى حاجه ما تنقصت، كلشي باقي هو باقا غير الهضره. حنا خدامين كلشي كيقولوا تزاد ياك. دابا حنا خدامين غير طالبين معاش وما عندنا وظيفه ما عندنا والو ياك. كتجبر 200 درهم كتدخل بها السوق كتبقى لك منها 50 درهم. هاد 50 درهم ما تمشي للدار، خصك الزيت، خصك السكر، خصك اتاي، خصك بوطه. ها وهادشي هذا كامل كيقول لك حنا زيدنا غنزيدوكم في الدعم، ما يزيدوناش في الدعم، يطيحوا لنا غير السوق. اش نقول لك؟ الله يخفف علينا والله يرحمنا والله يهديهم علينا. كلشي غالي علينا، كلشي ولا غالي، كلشي اللي حطينا على يدينا تنتكواو. الخضره غاليه، البيضه غلا، البيض ولا تيدير درهم ونص البيضه. 100 درهم كنت تعمر لنا القفه، دابا مابقاش تعمر لنا مره، بقينا قادين على الدجاج، لا اللحم حتى حاجه ما بقات، كلشي الغلا فيه كلشي. ليس هذا هو كان التزام الحكومة في حملتكم الانتخابية ولا في برامجكم الحزبية، فلهذا يجب إعادة النظر في
حكامتكم وفي طريقة التدخل، خاصة في ظروف اللي هي استثنائية، تخص تدخلات تكون استثنائية. أنا هنا كمسؤول باش نخدم المواطن، نخدم المواطن، ماشي نخدم مصالح ديال دول أخرى، خصني نخدم المواطن. ما تتهمنيش دولة أخرى، الدولة الأخرى نشتغل معها باش نخدم المواطن. الدولة الأخرى عندي وسيلة وآلية باش نخدم المصلحة ديال المواطن ديالي في المغرب. حيت في التالي ملي غنشدوا على بلادنا، غنشدوا على راسنا في بلادنا، ما تبقى غير المغرب ديالنا ومغربنا وشعبنا وملكنا وحكومتنا وحنا مع بعضياتنا. ملي وقعت الجائحه ما عرفنا حد، كل واحد شد على راسه. اذا خص يكون عندنا الاستقلاليه ديالنا، وخصنا نوجدوا راسنا ماءنا، ونوجدوا راسنا الضو ديالنا، ونوجدوا راسنا ماكلتنا، ونديروا بحساب شنو يمكن يجيب هذا الزمان في المستقبل. رجع هادشي تيخلع، ما عرفناش شنو غادي يجي في المستقبل. كلكم مخويين بالنار يا اصحاب، كلكم مخويين بالغلاف، حنا كنحسوا على الغلاف، حنا موظفين وكنتخلصوا، وانتم الشعب واش عندكم اصاحبي ساكتين. اللهم انا هذا منكر، وغدا تقولوا ما كاين حد، ما كيهضر حد. عباد الله تكون مزيان، خليهم يطحنوكم، با بروبليم، خليو توطال وخنوش يجمعوا الفلوس، وانتم ما لقيتو ما تاكلوا، وما لقيتو سبيطارات، وما لقيتو والو.